أكلتنا بقى النهاردة المفضلة الرنجة. هنشوي الرنجة في البيت وهنعملها على البوتاجاز بقى من غير ما تبهدل الدنيا ولا أي حاجة. بصوا، ولا عين تسود منك من كتر الزيت اللي من الرنجة اللي بيقع عليها ولا الكلام ده. بصوا، أول حاجة كده جبت صينية. أنا جبت صينية ألمونيا دي مخصصة للشوي الحاجات دي. ولو انت عندك بقى طاسة أي حاجة انت بتعملي فيها اعملي. بصوا، جبت كده الرنجة وسخنت النار على الصينية وحطيت الرنج عليها الوش الأولاني. ايه، تاخد ريحة الشوي كده زي ما انتوا شايفين. ولا بقى تبهدلي البوتاجاز، حتى لو البوتاجاز هيتبهدل بس بسيط، مفيش بقى عيون هتسود منك ولا الكلام ده. يا دوبك مية بصابون بالليفة، تك تك على طول هيتعمل. فالطريقة دي حلوة قوي، جربوها. لسه بقى بيشوي على النار على العيون، لا ما تبهدليش البوتاجاز بتاعك والزيوت تقع جوه البوتاجاز والكلام ده، بالذات البوتاجازات المفتوحه من العيون. لا، جربي الطريقه دي، ولا بقى هتلاقي دخان كتير ولا الكلام ده كله، ولا هتبهدلي مطبخك. كده انا بشوي. معلش ما سلمتش عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا معاكم نونا من قناه حياه نونا، طبعا انتوا عارفين. الاول بقى مره تشوف القناه، تحط لايك للفيديو، ولو انتي اول مره تشوفيني اشتركي فضلا وليس امرا وتكوني ايه من عيلتي الصغيره. بصوا بقى كده، انا شويت اول جزء، احط الجزء التاني. انا بحبها مشويه يا جماعه. بصوا، لازم اشويها لسببين. اول حاجه تاخد طعم الشوي كده وريحه الشوي، وبتبقى حلوه جدا وطعمها مميز. تاني حاجه عشان اي بكتيريا فيها اي حاجه فيها تموت. خشوا اتفرجوا على فيديوهات كتير. الدكاترة بتقول لازم الرنجة دي تلمس النار او تشم النار عشان تقتل اي بكتيريا فيها. طبعا احنا كمصريين بيقولوا علينا بناكل الفسيخ والرنجة والحاجات اللي هي معفنينها يعني. لكن احنا الحمد لله ربنا بيسترها معانا، ودي حاجة مش معفنة، هي حاجة متخللة. بيتحط في ملح جامد وبنسيبها ايه يعني ايه تتملح. يعني ايه، انا معرفش تفاصيلها ايه، بس هي بتتملح ايه في وقتها يعني. بس واي حاجة بقى احنا بعد كده الحمد لله ربنا يسترها معانا. بصوا بقى كده احنا ايه عملناها كده اهو انا خلصت. لازم، بصي انا مش بشويها، انا بعذبها. انا بحبها كده بصراحة. في ناس بتاكلها يا دوبك بتشيل الجلد وتجيب الرنجة وتشيل الجلد وخلاص، لا. بصوا بقى، اهم حاجة عندي عملية التنظيف بقى. احنا كده خلصنا الشوي، تاني حاجة التنظيف. جبت صينية عشان اخد راحتي فيها واحط الرنجة عليها براحتي. بس لبست الصينية في كيس عشان بحيث لما اخلص وارمي كل حاجة وانضفها وكل حاجة، يا دوبك اشيل الصينية وارمي الكيس كله ايه بكل سهولة. فانتي جربي الطريقة دي. انا اهم حاجة عندي بجد بجد طريقة التنظيف بتاعة الرنجة. ما بحبش ابهدل الرخامة، ما بحبش ابهدل كل حاجة بمسكها بايدي، لا. آمم، لازم يعني إيه، أبقى مهندمة كده في التنضيف، حتى لو أنا ما باعرفش يعني أنضّف أو أقطّع الرنجة بطريقة معيّنة وأنضّفها، لأ، المهم عندي إن أنا أحافظ على نضافة المكان اللي أنا واقفة فيه. مش بابهدل كل حاجة، مش بامسك بإيدي كل حاجة، لازم أنضّف الأول وبعد كده أجيب حاجتي وأغسل إيدي وأنضّفها. بُصّوا بقى كده، أنا جِبت كيس كمان غير الكيس اللي أنا بانضّف عليه، عشان أحُط الفضلات كلّها بتاعة الرنجة فيها. يعني مش هارمي عندي ولا أوسّخ طبق تاني، لأ، على إيه، هاتي طبق هاتي كيس كده عندِك، اللي بتشتري بقى فيه الحاجة الكلام ده كلّه، هنحط مخلّفات الرنجة. بس زي ما أنتم شايفين كده باقطّع تقطيعة يعني مش اللي هو واو يعني، أنا باجيب الحتّة اللي هي بتيجي في إيدي، ولو فيها حاجة بانضّفها كده بالسكينة بكل سهولة، وباحط البطارخ في طبق تاني عشان تبقى لوحدها كده، زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا بقى أهو. دي أول رنجاية كده باقعد بقى أشيل فيها، وبُصّوا بقى بالسكينة الحاجات الحمرا دي ده لازم تشيلوها عشان ده المفروض يتنضّف. تمام. أهو بُصّوا أنا كده حاطة الكيس جنبي، وأي حاجة بتطلع من الرنجة بارميها على طول. وفي طبق تاني باحط فيه إيه، اللي هي اسمها دي البطارخ. تمام. أهو سرّعت لكم بقى الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل. أهو
سكينة كده جنبِك رفيّعة تقعدي بقى تفصلي الحاجات السودا والحاجات اللي هي الحمرا دي، لإن هي لازم تتنضّف كويس جدًا قبل ما تاكليها. مش مهم بقى لو سِبتِ شوك، شوكتين مش مشكلة، كده أمّا بنيجي ناكل بنشيل الكلام ده كلّه، بس كده. فأهم حاجة يا جماعة حافظوا على المكان اللي أنتم بتنضّفوا فيه. حُطّي كيس كده جوّه صينية زي ما أنتِ شايفة، وكيس جنبِك تاني عشان أي حاجة بتطلع من الرنجة تحطّيها على طول. بُصّوا بقى في حاجة تاني عايزة أسألكم فيها. الرنجة يعني إيه، بيطلع منها فضلات تمام، ينفع بقى ندّيها القطط والّا بتبقى يعني غلط عليها والّا إيه؟ أنا بصراحة باستحرم أدّيها لهم، فبارمي بالذات بعد الرنجة الحاجات دي بارميها بصراحة. فأنتم قولوا لي كده، هل القطط بتاكل الحاجات اللي هي مملحة أوي دي والحادقة أوي والّا لأ؟ أنا بصراحة خُفت يعني إيه أرميها للقطط أو أحطها للقطط. طبعًا إحنا أي حاجة تاني يعني بدل ما بنرميها بنحطها مثلًا لقطط عندِك، لحاجة عندِك بتربيها الكلام ده كله. فأنا ما أعرفش بقى الرنجة المملحة دي ينفع تدّيها للقطط والّا لأ، فأنتم إيه اللي يعرف وعنده قطط بيربيها يقول لي ينفع والّا لأ، عشان ما نضرش برضه إيه الحيوانات. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا أنا باشيل، على فكرة مش باكل الرنجة والله، ده في طبق تاني هناك أنا برضه مجهزاه، يعني هُم طبقين كده أهو حتى تشوفوهم وأنا باوضّب بقى الرنجة. بُصّوا أنا يعني مش باهندم أوي التقطيع، أنا اللي بيطلع في إيدي وأنضّفه وباحطه على طول. بُصّوا بقى جِبت الكيس اللي أنا كنت باحط بيه فضلات وحطيته على الكيس ده، شُفتوا بقى اتخلع بكل سهولة إزاي ورميته وشكرًا، ولا بقى وسّخت الرخامة عندي ولا أي حاجة، غسلت إيدي طبعًا. وبعد كده رُحت إيه، جِبت بقى الطبقين اللي أنا عملتهم أهو. بُصّوا هو كده ما بيهمنيش التقطيعة، لإن كده إحنا يعني بناكلها تقطيعات صغيرة ونحط عليها بقى الحاجات دي. بُصّوا بقى أجمد صوص تعمليه للرنجة بقى وأنتِ بتاكليها بيبقى حلو جدًا. بتجيبي بقى شوية زيت كده، بُصّوا أنا كنت هاحط زيت بس غيّرت رأيي، قُلت أحط الليمون الأول عشان إيه، الرنجة تاخد الطعم الليمون، باحب فيها ليمون كتير. زيت وسط، طحينة كتير. بُصّوا بقى كلوا الصوص ده عليها هيبقى تحفة. في ناس بتحبها من غير طحينة، بس لأ جرّبي كده واحدتين كده بالطحينة هيبقى حلو جدًا. بُصّوا أنا يعني ما باحبش الفسيخ، بس أنا باحب الرنجة، والمفروض الفيديو ده كان ينزل بدري شوية، يعني من حوالي مثلًا 3 أسابيع، شهر تقريبًا، وقُلت بقى أنزّله لكم عشان كنت ناسياه أساسًا مصوراه وناسياه في الموبايل، فقُلت بقى أنزّله لكم بدل ما إيه الفيديو يحمض أكتر من كده. قُلت بقى إيه تشوفوا شوي الرنجة على طريقتي وأكلها على طريقتي، وإزاي باوضّبها وباهندمها كده وناكلها. في ناس ما بتحبش الطحينة على الرنجة، دي طبعًا بتبقى أذواق، وفي ناس ما بتحبش ليمون كتير على الرنجة، يعني بُصّوا الأكل ده ذوق. ف فأنتِ بتاكليه على حسب ما أنتِ عايزة، فما حدش ياكل حاجة غصبٍ عنه طبعًا. أنا باحب الليمون فيها كتير لازم، وباحب فيها الطحينة حلو أوي، والزيت وسط ما يبقاش إيه برضه كتير أوي. بُصّوا بعد بقى ما حطيت الليمون في أول طبق، حطيت عليه شوية زيت كده، خلاص أنا باحب كده أحط في الطبق وبعد لو فاض حاجة مننا أو حاجة باجيب بقى علبة إيه، ليها غطا طبعًا محكم واحط الباقي في العلبة دي عشان إيه، ما تعملش ريحة في التلاجة ولا الكلام ده، وبرضه إيه محتفظة بطعمها بكل حاجة في العلبة، فاللي عايز بيجيب العلبة من التلاجة وياكل، زي ما أنتم شايفين كده أهو. مين بقى بيحب الرنجة؟ ومين بياكل الرنجة في شم النسيم ومين ما بياكلهاش في شم النسيم؟ بُصّوا بقى أنا هاحب آكل الرنجة يا إمّا قبل شم النسيم، يا إمّا بعد شم النسيم، لكن في شم النسيم ذات نفسه اليوم بتاع شم النسيم لأ طبعًا ما باكلهاش، يا إمّا قبليها يا إمّا بعديها. فأنتم برضه قولوا لي بقى مين بقى بياكل الرنجة قبل والّا بعد والّا في نفس اليوم؟ زي ما أنتم شايفين كده أهو، حطيت برضه الليمون والزيت، وبعد كده هاحط بقى الطحينة. بجد جرّبي الطبق ده حلو جدًا، مع بقى البصل تحفة مع عيش كده طازة، يا سلام! العيش بقى البلدي بتاعنا اللي هو العادي بقى، ما ولا عيش شامي ولا عيش أبيض ولا الكلام ده. بُصّوا بقى كده أنا خلّصت الطبقين،
جربوها بقى كده وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا بقى هنا نسيت بقى احط لكم الليمون في الطبق والبصل، يا سلام. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.